السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. حبيت النهاردة أجمع لكم البهارات مع بعض وأعملها لكم في فيديو واحد. البهارات الأساسية اللي هي لازم تبقى موجودة في كل بيت مصري، فعلا بتخلي الأكل في حتة تانية خالص. جمعت لكم كده بهارات السمك وبهارات الفراخ وبهارات اللحمة، عملتهم لكم في فيديو واحد. يا رب إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نسمي الله ونبتدي بأول حاجة، بهارات السمك. أول حاجة هجيب طاسة عشان هرفع البهارات على النار. هحط الحاجات اللي هتتحمص والبودرة مش هيتحمص. حطيت نص كوباية من الفلفل الأسود، ونص كوباية من الكمون، ونص كوباية من الكزبرة الناشفة. طبعا سمك بيحب الكمون. وحطيت كمان لو حبة، دي اختياري، تحطي كده ربع كوباية من الشطة الحمراء، وتلات أربع وحدات من الهيل. هديهم صدمة على النار يدوب كده يبقوا دافيين جدا، مش عايزاهم ياخدوا لون، أنا عايزة بس تطلع ريحتهم عشان فعلا الحركة دي بتفرق. هحطهم بقى على طول كده في المطحنة بتاعة البهارات بالشكل ده. بعد ما فرمتهم كويس هصفيهم كمان عشان يبقى كده صافي ومفيش اي شوائب، عشان خاطر فيه هيل، فالهيل القشر بتاعه ما بيطحنش كويس. وطبعا اللي بيطلع ده مش بنترمي، بيطحن تاني لحد ما تنعم معايا البهارات وتبقى زي الجاهزة واحسن كمان. حطيت بقى التوابل البودرة اللي هي عبارة عن، حطيت معلقة من الكركم، معلقة من الثوم البودر، ومعلقة من الشطة البابريكا. وهسيب لك كل المقادير في صندوق الوصف، بهارات كل واحدة فيهم. يلا كده هفضيهم في العلبة بتاعتهم، وكل علبة حابة تكتبي عليها لو هتتلخبطي بينهم، وحطي كمان معلقة عشان ما ياخدوش من طعم بعض. نيجي بقى البهارات الفراخ. حطيت نص كوباية من الكزبرة الناشفة، ونص كوباية من الفلفل الأسود، وحطيت 3 4 وحدات من الهيل، وحطيت ورقتين من الورق الغار أو 4 وحدات. برضو هديهم صدمة على النار، مش هنخليهم ياخدوا لون. برضو الشطة اختياري. أول ما ياخدوا طلع ريحتهم كده على طول على المطحنة، وهصفيهم زي الباقيين بالشكل ده. وفعلا بتطلع شوايب، ده بيطحن تاني وبيرجع ينعم لحد ما ميبقاش فيه خالص. احنا مش بنرمي أي حاجة. نيجي بقى التوابل البودرة، حطيت جنزبيل وكاري وكركم وتوم بودر وبصل بودر، وحطيت ذرة خفيفة من القرفة. بتدي طعم جميل فعلا للفراخ، وبتمشي اي ريحة زفارة وما بتحسيش بالطعم بتاعها. هقلب كده كل التوابل البودرة مع اللي طحناهم، وبتبقى ريحتها خطيرة. يلا برضو في العلبة بتاعتهم انا بحطهم في الوان مختلفة، عشان كده بعرفهم من بعض وبحفظ اماكنهم. انتي لو حاسة ان هتتلخبطي خلاص اكتبي عليها. نيجي بقى البهارات اللحمة. حطيت نص كوباية من الكباب الصيني، ونص كوباية كزبرة ناشفة، ونص كوباية فلفل أسود، وحطيت ورق الغار، وأربع خمس وحدات من الهيل، والفلفل الأخضر الأحمر قلتلك ده اختياري، لو حابة تتخلي عنه تمام. هديهم برضو صدمة على النار يدوب الريحة بتاعتهم تطلع، وهحطهم في الكبة بتاعت البهارات وهطحنهم طحن ناعم جدا. برضو هصفيهم عشان أي شوائب بالشكل ده، وارجع اطحنها تاني، واحط بقى التوابل البودرة اللي ما بتتحمصش. حطيت معلقة من التوم البودر، معلقة من البصل البودر، ومعلقة من الشطة البابريكا، وهقلبهم كويس. وانا برضو زي ما قلتلك هسيبلك مقادير في صندوق الوصف. هجيب بقى العلبة بتاعتهم، هنزل كده كل التوابل، وتحطي كمان معلقة فيهم، وبكده يكون جهزنا توابلنا. وانا دايما بعمل التوابل على الكد، اول ما بتخلص بعمل تاني، انتي لو حابة تضعفي الكمية براحتك. وبكده توابلنا تكون خلصت. اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. اشوفكم على خير.